ندعو هذه القوى السياسية أن تراجع حساباتها وأن تعود إلى طاولة الحوار، لأنه لا بد من حوار بعد الفوضى ولا قبل الفوضى، فأحسن لكم قبل الفوضى. تعالوا للحوار على قاعدة لا ضرر ولا ضرار لمصلحة الوطن. كيف حتخربوا الوطن وتجوا تربعوا على كراسي السلطة، تكسروا المحلات، تعملوا تنافر بين كل أبناء الوطن، تخلقوا الخصومات، يعني تهدم المعبد علي وعلى أعدائي يا رب. شعبه مالك السلطة، مش نظام سلطني ولا مشيخي ولا إمامي، هذا نظام ديمقراطي دفعنا ثمن بعض نهر من الدماء على ثورة سبتمبر وأكتوبر، نهر من الدماء للحفاظ على وحدة اليمن، نهر من الدماء في صعدة لعدم عودة الإمامة. نحن بلد تعددي سياسي، رأي سليم، مش بذاءة، مش وقاحة، عبر وسائل الإعلام، عبر الإنترنت، عبر التلفونات، وقاحة، قلة أدب. نحذر من الفوضى الخلاقة. عيب عليكم، عيب تزيفوا وعي المواطن البسيط. مشروعهم للعلم يا شباب، يا قادة، يا مناضلين، مشروعهم هم يريدوا سلطة ويضحوا بالبسطاء بعامة الناس. تعالوا معنا جلسوا نتقاتل احنا وانتم، تعالوا نتبارز إذا في شجاعة. جلسوا في البلد، ما تضحي بالشباب في داخل والعسكريين والشرفاء في داخل عدن وتهرب وتخلي المناضلين يتقاتلوا بيناتهم البين، وانشل الشناط حقك والسامن حقك وبرع. فاشلين، ما عندكم برنامج. نفديك يا يمن، يا يمن، نفدي لك بالروح بالدم، نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. هذا شعارنا وهو السائد.